فيلم أسطول أو عبودية العصر الحديث في مخيمة تندوف يعرض حاليا في أهم القنوات العامة الأمريكية. بالموازاة مع عرض الفيلم، المخرجان فيروتا أيالا ودان فالشاو يشرحان لبي بي اس التي يتابعها ملايين الأسر الأمريكية ظروف تصويرهم للفيلم. مضت 3 أشهر على تواجدنا بتندوف بهدف استلقاء شهادة إنسانية في إطار برنامج تبادل الزيارات الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. اعتقدنا حينها أن الفكرة ستكون جيدة، لكن بعد مرور سنة اكتشفنا وجها آخر لتفريق الأبناء عن أمهاتهم وأساليب الاضطهاد والعبودية الممارسة في حق ذوي البشرة السوداء. الفيلم الذي يفضح العبودية وتجارة الرق عند البوليساريو حظي بمتابعة العديد من المهتمين بالجرائم الإنسانية. غالبية الأمريكيين معنيون بقضية الاتجار في البشر. شساعة المنطقة ساعدت على ظهور أساليب جديدة للظاهرة، والأمريكيون على وعي تام بما يجري. أعتقد أن المؤسسات الحكومية مطالبة بالعمل إلى جانب المنظمات غير الحكومية لإيجاد مقاربة شاملة لهذا المشكل. الجزائر التي تنفي علاقتها بما يسمى بالبوليساريو حاولت إلغاء برمجة الفيلم الوثائقي بالقناة الأمريكية. لأسباب سياسية، الجزائر سوف تنكر علاقتها بالبوليساريو، ونحن نعرف أن البوليساريو موجودون في مخيمات اللاجئين بجنوب الجزائر. ويذكر أن الفيلم حصل على جوائز عالمية، من بينها أفضل وثائقي بالمهرجان الإفريقي في لوس أنجلوس. رغم ملايين الدولارات التي ينفقها اللوبي الجزائري هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للتستر عن فضائح البوليساريو، إلا أن القنوات الأمريكية تستمر في عرض هذه الحقائق. الحسين ألباز لقناة ثانية، واشنطن.